انت عارف ان بعض المديرين، وبعض دي على فكره مش قليله، ما تفتكرش 10% و20%، لا ده كاد تكون يعني مثلا ناحيه ال 40 و50% وساعات اكتر. هل تعرف ان بعض المديرين بيخافوا ان هم يرقوا نوع معين من الموظفين؟ وده لسببين على فكره، تمام؟ لسببين، والسبب الثاني اوعدك ان هو هيفاجئك. بس تعالى نتكلم الاول على ليه ده بيحصل، والسبب الاول ليه ده بيحصل في الشركات. اول سبب، وده منطقي انت ممكن تكون فكرت فيه من الاول، لان المديرين دول ساعات بيكونوا خايفين على منصبهم من الشخص ده. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، الشخص ده بقدرات عاليه، والشخص ده مثلا ممكن امكانياته عاليه، ولو مثلا انا رقيته وعليته في الشركه وفي المكان اللي انا فيه ممكن، وده تفكير محدود على فكره، بس هم ساعات بيفكروا كده، اللي هو ممكن يجي بقى ويبقى ايه هدفه، ان هو ياخد مكاني في يوم من الايام ويلمع في الشركه والحوارات دي كلها. فده السبب الاولاني، وانا متاكد وانت شايفني دلوقتي في الحلقه وبتسمع الحلقه دي، انا متاكد ان الموقف ده عدى عليك انت شخصيا في الشركه انت فيها، وعدى على حد من زمايلك، تمام؟ فلو عدى عليك اذكره في التعليقات تحت. فده اول موقف، انا كمدير خايف من امكانياتك وشايف ان انت خلاص هي مساله وقت وجاي لي، يعني ممكن تاخد مكاني وممكن تكون متارجت مكاني، فبناء عليه مش عايز اعليك قوي. ده السبب الاول. السبب الثاني بقى، وده اللي ممكن يكون صدمه بالنسبه لك، هو ايه؟ ان انت تكون كشخص انت مش مخوف المدير بتاعك، بس انت عندك افكار وعندك كفاءة ان انت عايز تعمل تغييرات وتحسن الوضع بالنسبة للموظفين وبالنسبة كمان للشركة. انا متأكد ان ساعات انت ممكن تكون مصدوم وانت بتسمع الكلام ده دلوقتي. لا، في مديرين ممكن يتضايقوا ان انت مثلا عايز تغير حاجة، عايز تصلح اوضاع معينة. طب هم يتضايقوا ليه يا محمد؟ ما هم ده في مصلحتهم والكلام ده كله. ده في على البيج بيكتشر او الصورة الكبرى ده لمصلحتهم، انما في جزء من المديرين بيبقى ايه، عايز ايه؟ خلي كل شيء تحت السيطره وماشيه زي ما هي، ما تحركش ايه، ما تهزش السفينه، تمام؟ وفي جزء، وده طبعا كمان بيعتمد على شخصيه المدير وشخصيه وكمان سنه، المرحله السنيه هو فيه. يعني مثلا لو في مدير مثلا وصل لمرحله ان هو قرب على المعاش، خلاص بقى انا عايز ارست الامور زي ما هي دلوقتي لغايه لما اطلع على المعاش، ده اغلب الظن يعني بيفكروا كده، تمام؟ او مثلا بيعتمد على شخصيه المدير نفسه، اللي هو يعني عايز كل حاجه تحت السيطره ومفيش حاجه تتغير والكلام ده كله. فلما انت تيجي بقى عندك بقى ايه، حماس، حتى لو انت سنك 40 او 50 انت عندك حماس ورايح دلوقتي وعندك افكار جديده وعايز تغير وعايز تعمل الكلام ده كله، يقول لك لا 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 لا، انا هرقيه، هديله مثلا قوه او جزء من القوه او authority في المكان اللي هو فيه، هيبتدي بقى ايه، يطبق افكاره، وهيعمل مثلا بتاع ده بقى او الافكار دي عشان تطبق مثلا يحتاج ايه، موارد، وهنحتاج اجتماعات، وهنحتاج ان احنا نغير حاجات في الشركه، ما تخلينا زي ما احنا احسن وبلاش نقعد ايه نهز السفينه. ويقول لك ايه، حتى لو ده هيبقى في الاخر مصلحه للشركه والموظفين وليه هو شخصيا وكله هيبقى كسبان، بس يقول لك لا لا، طب ليه واحنا يعني دلوقتي بنموت، خليها زي ما هي كده وخليه هو مكانه وخلي كل حاجه ماشيه زي ما هي. وصدقني النوع التاني ده بيخوف زي النوع الاولاني بالنسبه للمديرين، يعني ما تفتكرش مثلا ان هو ايه، النوع الاولاني بس عشان خاطر انت مهددني في وظيفتي، لا، النوع التاني كمان بيخوف. ليه؟ انا مش عايز وجع دماغ، ده الفكر يعني، انا مش عايز وجع دماغ. طيب الحل ايه بالنسبه لك لو انت موظف ومعاك مدير كده؟ حاجه من اتنين، تمام؟ يا اما تمشي من المكان اللي انت فيه، تروح لقسم تاني او تروح لشركه تانيه يكون فيها مديرين ممكن يساعدوك على تحقيق الحاجات او الاهداف اللي انت عايز تحققها، بالذات لو انت من نوع رقم اتنين اللي هو عندك حماس وعندك فكره عايز تحققه والكلام ده كله في الشركه، وعندك تغييرات جوهريه ممكن تعملها تحسن الوضع، فممكن تمشي وما تقعدش كتير. او بقى ايه، ممكن تفضل قاعد وتلعب استراتيجي اللي هو ايه، ان انا موجود بقى تحت المدير ده، وشويه بشويه احاول ان انا العب بذكاء عالي بطريقه معينه، ان انا ما اقلقهوش من اي تغييرات انا بحاول اعملها، او ما قلقوش مثلا ان انا لو كنت موجود ممكن اخد مكانه والكلام ده كله، واخلي علاقتي بيه تبقى كويسه جدا وقويه جدا، تمام؟ وبعدين شويه بشويه مع الوقت ممكن ستيب باي ستيب انجح ان انا ايه، مثلا ايه، اكسب ارض اكتر، وان انا ايه اقدر مثلا ايه اطبق التعديلات والتغييرات اللي انا مش بكلمك انت تاخد مكانه، مش ده خطتي. انا بقول لك بتاع ده ايه، على ان انت لو عايز تطبق حاجه للشركه وانت من النوع الثاني والكلام ده كله، فانت يا تلعب استراتيجي، تمام، يا اما تطلع ان انت تروح على مكان تاني، يا اما الحل الثالث بقى ان انت تاقلم نفسك على المدير اللي انت معاه وتقول خلاص بقى ما باليد حيله ولازم اتاقلم والحوارات دي كلها، والحل ده انا لا ارشحه، تمام؟ لان انت حياتك اتمن واكبر، حياتك ثمينه، حياتك اتمن واكبر من كده بكتير، عشان خاطر ما تضيعش يعني كل يوم زي اللي قبله، كل يوم زي اللي قبله الكلام ده كله لغايه لما توصل لسن المعاش. مش ده الحياه. الحياه ان انت عندك قدرات معينه ربنا اداها لك، استغل القدرات دي عشان خاطر تنفع نفسك والناس والمكان اللي انت فيه والحكايات دي كلها. ده وجهه نظري الشخصيه. فدلوقتي الاختيار ليك لو انت واقع مع حد من نوعيه المديرين دي. انا حبيت بس اوضح لك المعلومه دي عشان خاطر لو انت تعرف حد او انت شخصيا مثلا ايه شايف ايه، لا انا مزنوق بقالي فتره مفيش حد بيلاقيني والكلام ده كله، انت ممكن تكون نوع من الاثنين. فشوف انت انهي نوع فيهم وخد القرارات بناء على اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه النهارده.
اتمنى تكون الحلقه دي مفيده بالنسبه لكم، واشوفكم الحلقه اللي جايه.